قال لك حقائق على فانز كيميتسو نو يايبا تقبلها. فانز قاتل الشياطين شباب، هذا الفيديو ليكم. خلينا نشوفوا ترى. ثاني اقوى هاشيرا هو سانيمي بعد جيومي. صحيحة هذه ونأكدها لك، سانيمي في المانجا شباب اسطوري بكل المقاييس. اختاري من الحرق من المانجا يزينا. مش انا احرق، جيت انا احرق عليكم لقطة اما مش لازم. هاي افضل قتال صار في العمل، تنجن هاشر الصوت ضد القمر العلوي هذاك، بعركة أسطورية بكل المقاييس. رينجوكو أقوى من تانجيرو. والله هو رينجوكو شباب الكاتبة صرحت انه هو يمكن اقوى هاشيرا منهم الكل شباب، على خاطر قارع اكازا القمر العلوي الثالث قارعه وحده شباب. رو اكازا القمر العلوي الثالث. رينجوكو نجم يكون نجم اقوى من تانجي. هاشيرا الثعبان هذا قالك مو بذيك القوة، ناس بس طبل له معناتها تطبيل برك. لا قوي، هاشيرا الثعبان قوي شباب، وشوفوا الماضي نتاعو. هاشيرا الثعبان مش ضعيف شباب، مش ضعيف، وهذا يحب ميتسوري شباب راهو. توميوكا من اقوى 10 شخصيات في كيميتسو يايبا. صحيح توميوكا هاشيرا الماء شباب، صحيح ونأكدها لك يعني. زينيتسو شخصية عميقة شباب، شفتوا كيفاش دخل القلعة اللانهائية بالهيبة ذيك شباب. زينيتسو شخصية أسطورية راهو شباب، تتشوفوه في الأفلام في المانجا. زينيتسو أسطوري، هو وحده اللي خليني ساكت، اختارني من الحرق. هو الوحيد اللي قارع دوما. آه إينوسكي شباب، إينوسكي شخصية أسطورية صحيح، قارع دوما في المانجا، هذه فيها حرق. هذا شباب ظهر في المانجا، ما نحبش نقول لكم على اسمه، تشوفوه في المانجا. هذا أقوى شخصية في العمل، وصحيحة هذا خو القمر العلوي الأول. شو اسمه هو؟ كوكوشيبو القمر العلوي الأول. ما نحبش نقول لكم على اسمه، تتعرفوه في الأفلام الجاية إن شاء الله. ما نحبش نحرق عليكم. عشاق كيميتسو نو يايبا قاتل الشياطين، اعملونا متابعة وإلى اللقاء.